شلغم على طريقة العرباين العراقية، يعني شنو مال هاي الشتوية، شلغم عراقي يبتشي بمعنى الكلمة. تعالوا اليوم نسوي الشلغم بجدر بينو فود الجديد. أول شيء نكرمل الشكر، كوب شكر. راح تقولوا لي شيف ليش يعني بجدر بينو فود؟ شنو اللي يفرق عن الجدورة العادية الستيل اللي نستخدمها؟ هذا الجدر معالج ليزر، يعني شنو هو؟ ما يلزق بيه الاكل، ما يشخط، والستيل مالته 316، فشي صحي، وينصحون به الاطباء دائما انه نستخدم الستيل ل 316. من يتكرمل عندنا الشكر بهذا الشكل ويذوب، نبدا ننزل الشلغم. بسم الله. هيك يريد الشلغم يتكرمل بالشكر، مي فاير. بسم الله الرحمن الرحيم. دير بالكم تخلون المي بارد. وهسه نغطي الجدر ونخليه لحد ما يفور ونرجع له. ظرفين شاي ودبس ونخليه يفور لحد ما يستوي. ممكن ياخذ عندنا ساعة، أكثر من ساعة بالسكينة كل شوية، يعني تقريبا كل مرور 30 دقيقة 45 دقيقة بالسكينة تفحصون الشلغم إذا استوى أو بعد ساعة بالضبط. طبعا ريحة الشلغم وصلت السابع جار. بسم الله. ويلي بابا شلون دايبة، بابا زبد زبد زبد. بسم الله. اويلي الطعم مستحيل، عبالك واقف على عربانة الشلغم وقاعد تاكل شلغم مال عربانة يبتشي. لازم تسوون هاي الطريقة، وبالعافية على كل واحد يفتح مشروع مال شلغم ويسوي هاي الطريقة، وهاي سر المهنة من عندي لكم.